يلا بينا نحكي حدوتة الكيك. الكيك حاجة لطيفة جدا ومريحة وكل الناس بيحبوها، مفيش حد ما بيحبش كيك. بينفع في الفطار، ينفع في العشاء، ينفع نقدمه للضيوف، ينفع نحلي بيه، ينفع حاجات كتيرة جدا. طيب الكيك عنده مشاكل؟ حاجات بسيطة جدا، مفيش حاجة صعبة. لازم نفهم ايه هي المكونات بتاعة الكيك اللي بتخلي ليا اي كيكة ناجحة. انا محتاجة للكيك مكونات، فرن، واواني اخبز فيها. الثلاث حاجات دول نعرف طبيعتهم هنقدر نظبط الكيك بتاعنا. مهم جدا ان كل واحد فينا يصاحب الفرن بتاعه. كل فرن وله طريقه وله مميزات وله خصائص حاجه. يعني ممكن حد يلاقي الفرن بتاعه جنب فيه بيبقى سخن اكتر من الجنب التاني، اليمين اكتر من الشمال، او العكس. هيلاقي ان الفرن دوت مثلا حرارته بتوصل اقصى حراره بعد 3-4 دقائق او 5 دقائق، وفي فرن تاني بيوصل لاقصى حراره بعد 10 دقائق. فلازم كلنا نصاحب الفرن بتاعنا ونحبه ونفهمه ونعرف ايه الارفف اللي موجوده جوه الفرن. في فرن فيه كذا رف سلك بينفذوا على بعض بينهم فراغات، فده بيسمح بالحراره انها تطلع بين الادوار بتاعه الفرن. في ارفف صاج، دي بتمنع وصول الحراره بس بنستعملها في بعض انواع المخبوزات. تاني حاجه لازم نعرفها هي الحاجه اللي بنخبز فيها الكيك. اتعلمنا كلنا ان افضل خامه نخبز فيها الكيك وتنقل الحراره حلو وتوصلها بشكل كويس جدا هي خامه الالومنيوم. البايركس هيسخن جدا في الجناب والقلب لسه ما وصلتلوش نفس درجه الحراره، فنلاقي الكيك لو حطيناه في بايركس اتحرق من الجناب والقعر وهو لسه النص الفوقاني والقلب بتاعه لسه نايم. الجرانيت والسيراميك والتيفال نفس الحكايه، بينقلوا الحراره بسرعه جدا جدا، فهنحرق الجناب ونحرق القعر ولسه برضو النص الفوقاني والوسط ما استواش. مكان اللي بنحط عليه الكيك في الفرن لازم يبقى في الوسط، ما يبقاش قريب قوي من سقف الفرن فيجي يحرق لي الوش، ولا قريب قوي من القعر بتاع الفرن فيحرق لي قعر صينيه الكيك وهي لسه ما استوتش. يبقى لازم مكان الكيك نحطها في الفرن في نصها. حاجه تانية، الفرن لازم يبقى سخن جدا قبل ما ندخل فيه الكيك، لان الكيك الماده الاساسيه اللي بترفعها هو البيكنج باودر او الكيك شيف. الماده دي عشان تشتغل لازم احطها في درجه حراره عاليه علشان تشتغل معايا على طول. لو انا دخلتها في فرن دافي لسه نص نص بيبتدي يسخن، هتلاقي الماده دي بتتفاعل ببطء وتبوظ لي الكيك بتاعتي. يبقى انا لازم قبل ما اخبز الكيك اولع الفرن قبلها قبل ما ابتدي اعجنها عشان ياخد وقته ويسخن يوصل لدرجه الحراره العاليه كويسه. طيب ايه بقى الخامات؟ اهم خامات في الكيك هي خامات اللي هي الطريه، السوائل او الحاجات الطريه، والحاجات الجافه. في الخامات الطريه عندي البيض، عندي اللبن، لو انا بستعمل مثلا عصير برتقال بدل اللبن. الخامات الجافه عندي الدقيق، عندي البيكنج باودر، عندي الفانيليا، عندي السكر، عندي رشه ملح. نتعلم ان اي حاجه بنعجنها، اي مخبوزات حادقه او مسكره، لازم رشه الملح في الدقيق، ده بيعدل الخواص بتاعه الدقيق.